طبعا انا بشكر كل الموجودين طبعا، المجلس كله في اعضاء النقابه، اخواتي وحبايب قلبي والسياده النقيب طبعا. فانا طبعا يعني الموضوع كله مختصر ان انا حصل معايا حاجات في المطار، ان حاجات وجعتني انا. فطبعا انا من خلال نقابتي هنا، نقابه المهن الموسيقيه، انا بقول يعني مش عايز اي حد من الشعب التونسي يفهم الكلام اللي انا قلته الفترة اللي فاتت، الكلام ده اللي انا قلته الفترة اللي فاتت حد فهمه غلط. فانا بحب الشعب التونسي، وطبعا تونس الفن، وطبعا هقول لكم على حاجة. انا ما كنتش اعرف ان في، انا كل بلد بعرف بحسب فيها نقابة واحدة. تونس طلع فيها يا جماعة 5 نقابات، وانا سيادة النقيب مصطفى كامل هو اللي بلغني بالكلام ده، لان انا ما كنتش اعرف ان تونس فيها 5 نقابات. سياده النقيب مصطفى كامل بلغني وقال لي فيها 5 نقابات. فانا اللي انا عرفته ان النجم الكبير الاستاذ صابر الرباعي هو يعني ماسك نقابه من ضمن ال5 نقابات هناك، هو الوحيد اللي انا اعرفه، ما اعرفش اي حد تاني. وطبعا انا بعتذر لكل الشعب التونسي، وطبعا اخويا وحبيب قلبي الاستاذ منصور هنداوي. تونس قمنا باستدعائه للنقابه وحددنا له اليوم الثلاثاء، وحضر الراجل برغم انه ما نامش زي ما الدكتور محمد عبد الله فهمكم، والراجل اعتذر للشعب التونسي واعتذر للامه العربيه، و قام بتنفيذ التعليمات، لان فعلا النقيب مصطفى كامل النقيب العام فاهم حسن ان احنا بتربطنا علاقه وطيده ما بيننا وما بين الشعب التونسي وما بين النقابات هناك. واحنا الحمد لله الراجل ابدى تفهمه، وان الراجل لسه بدري منورين، هيقف معانا ويعمل لكم لقاء وهي طب بص تاني دلوقتي. ماشي خلاص. احمد يا مجدي بعد اذنك تعالى ممكن يجيلي يديك وشه. نزلي انا وشه يا قلبي. النهارده الثلاث مشرفينا النهارده 27/8، والاستاذ حسن شاكوش الفنان المطرب الشعبي المعروف كان حصل كده ازمه كده معينه وفيديوهات وكده، واول ما عرف الاستاذ حسن ان الموضوع كان لازم يحضر، والاستاذ مصطفى كامل الزمه بالحضور.